طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن مزاد يوم 26/11 وكلمتكم عليه، مزاد بيت التأمين المصري السعودي يوم 26/11، وده مزاد شركة تأمين، شركة حوادث. شركة التأمين دي منزلة حوالي 40 عربية، بس عربيات موديلات عالية، يعني في بي ام وفي مرسيدس، في كذا حاجة. انا منزل لكم صور العربيات في اخر الفيديو. المزاد ده مهم جدا. العربيات ترخص والعربية لوط. اماكن كراسة الشروط في 3 اماكن. اول حاجة كراسة الشروط بتتباع في مقر الشركة 15 شارع مصدق الدق الجيزة او المخازن، وافضل انك تروح تجيب من المخازن افضل، لان المخازن انت هتجيب كراسة الشروط وتروح تعمل معاينة في نفس الوقت في المخزن. انا هديكوا عناوين المخازن. في مخزن في الدقي 25، مخزن الدقي 125 شارع التحرير بجوار مترو الدقي وامام مركز ثقافي الروسي. هديكوا رقم تليفون المسؤول المخزن عشان لما تيجي توصل هناك تكلمه 011 3 صفار 87 605. وفي مخزن تاني، مخزن فيصل 2 شارع علي شعبان متفرع من شارع جلال خلف فندق قاعود بيراميدز بجوار سوبر ماركت ياتم. ورقم التليفون بتاع مسؤول المخزن 0100 798 2607. كده التفاصيل كلها واضحه قدامكم، والمعلومات بتاعت كراسة الشروط موجوده. انا بديكم كل المعلومات اللي عندي، صدقوني لو في معلومات اكتر انا هديها لكم. اللي محتاج يسأل عن المزاد ده بالتفصيل كده يفتح الفيديو ويعرف العنوان ويروح يجيب كراسة الشروط من المخزن وياخد معاه سمكري او ميكانيكي ويعمل معاينة. وصدقني لو انت عملت الخطوات دي وتعبت بس بنسبة 20%، صدقني هتجيب عربية هتلاقي نفسك اللي انت لقيت. يعني انا في مزادات كنت بدخل ومش عامل حساب ان انا اشتري، ببص الاقي عربية لقطة واخدها. فبالنسبة لي الموضوع مربح، وفي نفس الوقت انا مش تاجر عربيات، يعني انا مش في المجال بقالي مش قوي في المجال زي التجار، بس يعني انا بقول لك ان الموضوع ده مربح جدا وانا كسبت منه، ويا ريت تستفاد. مش كل حاجه تفتكرها اللي هي لا ده بيعمل عشان كراسة الشروط. لا، انا موفر لك كراسة الشروط ومصور لك العربيات وبقول لك اماكن كراسة الشروط، وكراسة الشروط ب 100 جنيه مش بحاجه يعني. وهقول لك على حاجه، لو انت عايز تجيب عربيه صح، اول حاجه لما تجيب كراسة الشروط تكون مأمن على سمكري او ميكانيكي يجي معاك. باشا تعالى بص على العربيه دي هتصلحها لي بكام؟ يقول الافضل سمكري بلاش ميكانيكي. سمكري يقول لك يا باشا انا هاخد في العربيه دي قد كده، بتتمن اللي هو هياخده، وبتتمن كمان نسبه العموله. يا جماعه انا باكد ان في عموله بتتاخد حوالي 15% على السعر البيع اللي انت هتاخد بيه. يعني العربيه رسيت عليك ب 300,000 تدفع 15% او 17% على حسب اللي موجود في كراسة الشروط. تاني حاجه بتشوف الونش، لو العربيه رسيت عليك بتاخدها بونش هياخد له 2000 ولا 3000 جنيه، شوف هيوديها بقى محافظه تانية ولا يوديها فين. تالت حاجه بتشوف انت تقييمك للعربيه دي سعرها ايه. ما انت معلش انت دلوقتي العربيات في كل واحد بينزل سعر بخياله، فانت لازم تكون عارف ان العربيات غاليه ماشيه مع سعر الدولار دلوقتي ب 24.5 ولا 24.70. العربيات هتلاقيها غليت غير سعرها الطبيعي. يعني ما تروحش اللي انت متوقع ان العربيه هتاخدها بحوالي العربيه ام 300 تاخدها ب 100، لا العربيه ام 300 هتشوف سعرها كام وهتلاقي نازله لو مش مخبوطه قوي ممكن تاخدها ب 200 180. لو عربيه بقى عامله حادثه لا هتاخدها بنص الثمن واقل من كده بكتير. بس انا اللي بتكلم فيه ان انت بتشتري مع ناس فاهمين برضه، بس فاهمين هما بينزلوا، وزي ما قلت لك تمن الحاجه كويس جدا. ما تقعدش تنزل في السعر، لا تمن صح كأنك نازل تشتري تركب. هتاخد العربيه وهتصلحها وهتركبها، هيكون معاك عربيه موديل عالي 2023 رخص الثمن، ولما تيجي تبيعها هتكسب فيها برضه ما تقلقش يعني. بالتوفيق ان شاء الله، ويلا بينا نشوف الفيديو. الصور طبعا زي ما انتم شايفين نزلت لكم العربيات كلها موديلات من 2015 لغايه 2022. مزاد بيت التأمين المصري السعودي يوم 26/12. العربيه زي ما قلت لك تنزل لوت وترخص وحاله العربيات كويسه. عشان تجيب حاجه مظبوطه
لازم يكون معاك سمكري او ميكانيكي. تروح تجيب كراسة الشروط من المخزن، موجود عنوان المخازن، او من مقر الشركة زي ما انت عايز، وتدخل تعمل معاينة. تنزل تدخل لك على 3-4 عربيات كده، وما تقولش للسمكري او الميكانيكي العربية دي تسوى كام، لان كل واحد بسعر. انت شوف انت عايز تركب عربية ايه، وانت نازل تشتري مثلا عربية من السوق، هتلاقي ايه اكنك نازل تشتري عربيه من سوق العربيات او من اوليكس او من اي موقع. بتشوف متوسط العربيه كام سعرها، وطبعا في ناس ضربه اسعار عاليه، فانت دلوقتي بتمشي مع الموجه. يعني انت لو العربيات غاليه ما تروحش تقول انا هاخد عربيه ب50,000 ولا 100,000، لا، كل عربيه على حسب سعرها. تنزل الميكانيكي يصلح لك دي بكام والسمكري، وبعد كده تشوف لك عربيه او 2 أو 3، وتروح جاي رايح المزاد تدفع التأمين، يديك ايصال وانت معاك كراسة الشروط، يديك ايصال، وبعد كده تحضر المزاد، مزاد علني، يبدأ العربية دي لوت كذا تكون انت عارفها. تحسب كمان اللي في شركة الخبراء المصممين بتاخد عمولة، يعني هتاخد 15%، بأكد المعلومة دي. وبعد كده بتحضر. والله في ناس بتروح المزاد وربنا بيكرمهم، مفيش حد هيجيب عربية وهو قاعد في البيت. والناس اللي بتبعت لي رسائل على الفيسبوك وتقول لي احنا عايزين نعرف العربيات دي تفاصيلها ايه، انا عليا بديك 50% من انك تشتري عربية، وانت عليك 50% التانيين. تمام. بالتوفيق للجميع. العربية زي ما انتم شايفينها اهي ان شاء الله. اللي نفسه في عربية يجيبها. انا جبت لكم كل التفاصيل. يا ريت الناس اللي شافت الفيديو ده تعمل لي اشتراك وتفعل زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يظهر لهم على طول. بالتوفيق للجميع. شكرا.